الأهلي رفع أسعار الفايدة وإصدار 4 شهادات جديدة بأعلى عائد في البنوك. يلا بينا نشوف التفاصيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم أهم المتابعين في القناة. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. واللي شايف انه بيستفاد معايا في القناة فضلا وليس أمرا ينزل ويشترك ويفعل الجرس عشان يجيله إشعار بكل فيديوهاتنا الجديدة. فيديوهاتنا كلها عن البنوك وأسعار الفايدة، أخبارنا كلها جديدة، معلوماتنا موثوق فيها ودايما صحيحة وسبق الأحداث. اعمل لايك للفيديو عشان تدعمني وعشان يوصل للكل. ويلا بينا نشوف الخبر اللي معانا النهارده. البنك الأهلي دايما بيعتبر هو أول بنك بيرفع أسعار الفايدة، خصوصا مع تحرك البنك المركزي، لأن البنك الأهلي يعتبر مساعد للبنك المركزي للتحكم في التضخم، وده عن طريق إصدار شهادات مرتفعة العائد، وده بيكون بقرار من البنك المركزي. وبيتم إصدار الشهادات بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية اللي بتقرر وقتها هل يحتاج السوق لسحب سيولة نقدية أم تحرير سعر صرف الجنيه أم إصدار شهادة استثنائية. كل القرارات دي بتترجم في البنك الأهلي عن طريق إصدار شهادات أو أذون خزانة أو تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار والعملات الأخرى. عشان كده البنك الأهلي حاليا عنده 4 شهادات جديدة مختلفة تم إصدارها بعد رفع أسعار الفايدة. أول شهادة تم إصدارها مختلفة العائد وجديدة على البنك الأهلي، شهادة تصرف العائد يوميا ولمدة سنة واحدة والعائد فيها 23%، والشهادة دي على خلاف شهادة 23.5% السنوية اللي العائد فيها بيكون شهري وما زالت مستمرة في البنك الأهلي. أما الشهادة التانية اللي معانا وهي شهادة 21.5% ومدتها 3 سنوات بعائد ثابت، الشهادة دي كانت شهادة 19% وتم تغيير العائد عليها ليصل ل21.5%. أما الشهادة الثالثة اللي تم رفع أسعار الفايدة عليها وهي شهادة لمدة 3 سنوات متناقصة العائد بعائد 26% أول عام، وتاني عام بيكون العائد 22%، أما العام الثالث فبيكون العائد 18%. والشهادة الرابعة اللي معايا وهي شهادة سنوية العائد لمدة 3 سنوات، العام الأول بيكون العائد عليها 30% والعام الثاني 25%، أما العام الثالث فبيكون العائد عندنا 20%. ومع استمرار شهادة 27% السنوية بالبنك الأهلي، ودي بتعتبر أعلى شهادة مطروحة في السوق حاليا خصوصا في البنك الأهلي. ولسه معانا شهادات تانية كتير بيتم إصدارها وبتصدر فعلا في البنك الأهلي وجميع البنوك اللي في مصر. كل اللي عليك انت تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد من أخبار البنوك. انتظرونا، إلى اللقاء.